لقد اكتشفنا في شهر رمضان أن نحن نستطيع أننا لا نغيب عن صلاة الفجر وفي جماعة حتى ولو كنا ساهرين إلى الفجر. لقد اكتشفنا هذه القدرات، واكتشفنا في شهر رمضان أن نحن نستطيع أن نحيي الجماعة وفي المسجد في صلاة العصر ولو كنا مدوخين من الجوع وفارغين الأمعاء والبطون، نستطيع أن نشهد صلاة العصر. فلماذا إذا ولى رمضان ووهب الله لنا النوم بعافية وصحة ننام عن صلاة الفجر، وإذا أكلنا الطعام وتغدينا نضيع صلاة العصر فوق المداكي؟ اتقوا الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. السر، وأختم به، يوم العيد هو سر نجاحك. حافظ على صلوات الجماعة يوم العيد حيث يؤدى لهن، وسترى أنه اختبار وامتحان، امتحان من الله لك. فإن صدقت الله صدقك، وإن عبدت الله وفقك، وإن كنت مع الله غفر لك وغفر لي تقصيرنا. أيها الأحبة، ثقوا بالله، لا تبأسوا، لا تستسلموا، لا تخضعوا، لا تجزعوا، لا تعجزوا. نحن أمة نعلم أن حكم الفناء قد صدر، والموت قد استحقه جميع المسلمين وجميع المخلوقات. قد حكم الله بالفناء على جميع الموجودات، وصدر حكم الإعدام لكل ما هو كائن بلا استئناف بلا رجعة. كل نفس ذائقة الموت. أنا وأنت يا مسلم قد صدر حكم الإعدام فينا. الفرق بيننا وبين من هو محكوم عليهم بالإعدام أن صاحب الحكم بالإعدام الدنيوي الإنساني يعرف متى تاريخ الإعدام فيستعد ويتوب ويرد الحقوق ويتسامح من المظالم ويتوب إلى الله. أما أنا وأنت لقد صدر لنا أجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.